نبدأ هذه النشرة من شمال القارة الأفريقية، وقد شهدت أغلب المحافظات المصرية الساحلية طقسا غير مستقر إلى جانب هطل أمطار وهبوب رياح متفاوتة الشدة تسبب ذلك بخسائر مادية ونفوق ماشية نتيجة صعق الكهرباء. يأتي هذا في ظل تعرض مناطق واسعة لموجة من الطقس السيء، وعليه تقرر استمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ لدى السلطات المحلية المصرية. موجة برد تستمر بتأثيرها في الأثناء على أجواء الجزائر وتونس والمغرب. الموجة ناتجة عن تمركز منخفض جوي غربي البحر الأبيض المتوسط يوجه تيارا شماليا يسمح بهبوط الهواء البارد من شمال القارة الأوروبية عبر غربي البحر الأبيض المتوسط، بالتالي نحو شمال المنطقة. درجات الحرارة في غضون الساعات القادمة تقترب بداية من حاجز 30 درجة مئوية متوقعة ظهرا في نواقشوط العاصمة، والفرص سانحة لهطل الأمطار فيها. الأجواء مشمسة في الأثناء في أكادير وفي الرباط العاصمة المغربية، مع درجات حرارة تنخفض مساء إلى حدود 5 مئوية. الأمطار متوقعة مشاهدينا في الجزائر العاصمة، استقرار نسبي في حالة الطقس في تونس، غيوم ركامية في طرابلس الليبية والحرارة دون 20 مئوية نهار الغد. كذلك هو الحالة في العاصمة المصرية القاهرة، هذا على أن ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى في الخرطوم تصل إلى حدود 30 درجة مئوية. إلى أوروبا، أجواء القارة الأوروبية الأجواء مشمسة بداية في مدريد، وكذلك هو الحالة في برشلونة، والحرارة دون 20 درجة مئوية متوقعة نهار الغد، تتراجع مساء في مدريد إلى حدود درجة التجمد. طقس بارد أيضا متوقع في جنيف السويسرية، والحرارة تبقى مساء بحدود الصفر مئوية. تسجل حول حاجز 10 مئوية نهارا في باريس العاصمة الفرنسية، ومنها إلى لندن، دبلن، وكذلك إدنبرا. سلسلة من الأمطار والثلوج تغطي أجواء أوروبا الشمالية وكذلك الوسطى في غضون الساعات القادمة. طقس ماطر متوقع شمالا في برلين العاصمة الألمانية، ثلوج متوقعة في الأثناء في وارسو ومنها إلى بودابست وكذلك سراييفو، مع درجة مئوية واحدة تحت الصفر خلال ساعات المساء. الآن إلى شرقي آسيا، سحب ركامية تتلبد بسماء طوكيو العاصمة اليابانية، مع درجة مئوية واحدة متوقعة مساء، والحرارة تصل إلى حدود 6 مئوية تحت الصفر مساء في سول وفي بيجين الصينية. تتجدد فرص الأمطار مشاهدينا في شانغهاي، تايبي، وصولا إلى هونغ كونغ وكذلك هانوي، ومنها إلى بانكوك العاصمة، مع 31 مئوية في منيلا العاصمة الفلبينية، وسط استقرار متوقع على حالة الطقس. الآن إلى شبه القارة الهندية، ثلوج متوقع باستمرار شمالا في كابول العاصمة، مع 5 مئوية تحت الصفر المتوقع خلال ساعات المساء. تسطع الشمس في نيودلهي مع 22 درجة مئوية، والحرارة تصل إلى 31 مئوية في تشيناي، و30 مئوية متوقعة في كولومبو السريلانكية، مع عودة الأجواء الماطرة. إلى ذلك ترتفع مخاطر الفيضانات هذه المرة في أوكلاند وويلينغتون، مع استمرار هطل الأمطار فيها خلال الساعات القادمة، ومع درجة حرارة تسجل ضمن منتصف مستوياتها العشرينية. درجات الحرارة تصل إلى حدود 35 درجة مئوية في بريسبن الأسترالية، ومع 30 مئوية